السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما معكم أخوكم المحامي حسن لروي من الجزائر. طبعا اطلعت البارحة على قصيدة للشاعر ضاحي من السعودية، وكانت لأخ مكرم يدعى سعود القحطاني، وفعلا انبهرت بهذه القصيدة القيمة الرائعة التي حملت شجون ورد سيف قاطع في وجه كل معتدي على أرض الحرمين بالامتناع أو بتهويل مسألة الحج للأسف الشديد من بعض القوم. وما ربما شدني هو ذلك البيت الذي ربما قال فيه الشاعر ضاحي: جاني من الدوحة وعيد وسواليف، وأقول للأقزام زيدوا زيادة. طبعا أردت أن أضيف بعض الأبيات وأعقب لأخي الشقيق سعود القحطاني من الجزائر بهذه السرخة ببعض الأبيات عن هذا الأمر، وأقول بنفسي أنا شخصيا: كيف أهضم رفض الشعائر والتكاليف، والمشاعر تؤذن للحج بالتكليف، فالحج لأرض الطهارة معاني ومراديف، تهز كيان المؤمن بحضن المستضيف، أبطال دون غيرهم للخدمة بلا تقاشيف، بعز الشرف للمبصر والكفيف، فلا يحزنك صوم قوم برؤيا المضاعيف، فالمطر لا يضر ملوحة البحر الشريف. وسلامتكم.